الدنيا بقت ماشية بسرعة، إيقاع الحياة بينسينا حاجات كتير. إزاي نربي ولادنا؟ إزاي نوجههم علشان يكبروا من غير أمراض نفسية؟ إزاي أتصرف مع ابني لما يغلط؟ علاقتنا في شغلنا، بين زمايلنا وصحابنا، وفي بيتنا ما بين أهلنا وناسنا. كل ده وأكتر هنعرفه ونناقشه في برنامج خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن دايغم على راديو كامل. راديو كامل، محطة على المحطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن دايغم. هنتكلم النهاردة زي ما احنا متعودين على مشكلة جديدة من مشكلات الأطفال، وبتظهر المشكلة من سن 3 سنين لحد 8 سنين أو 9 سنين تقريبا، وهي مشكلة العناد. كتير من أولياء الأمور أو من الأمهات بتشتكي من تمرد الطفل وعناده، والعناد بيكون في صورة رفض كل التعليمات اللي بيقولها الآباء أو الأمهات. تعالوا كده نشوف هو ليه مشكلة العناد دي بتظهر، وبعد كده نشوف إيه العلاج، وهل دايما العناد حاجة وحشة وسلبية؟ الإجابة بالتأكيد في بعض أنواع العناد هو نوع إيجابي ونوع مميز. فمثلا العناد الإيجابي هو إنه الطفل يحاول يعمل الحاجة بنفسه، أو ينفذ الهومورك أو الواجب بالطريقة اللي هو شايفها صح، فتفضل الأم طول الوقت تقول له اعمل ده وما تعملش ده، وهو مصر ينفذ اللي هو عايزه بطريقته أو بالطريقة اللي هو بيحبها. الحقيقة النوع ده من العناد نعتبره عناد إيجابي، لأنه بيعبر عن استقلال عند الطفل. يعني إيه استقلال؟ يعني طفل شايف الأمور بشكل خاص قوي بيه هو. وتأكدوا إن النوع ده من العناد هو عناد إيجابي، ولما الطفل ده بيكبر ولما الطفل ده بيوصل لمرحلة المراهقة بيكون طفل مستقل. طفل مستقل بمعنى إنه ما عندوش تبعية لزمايله، مش أي حد من زمايله يأثر عليه، مش أي حد من أصدقائه يعلمه عادات سيئة. يبقى إذن أحيانا بيكون العند إيجابي، ونصيحتي لكل أولياء الأمور إنه بلاش نكسر العند الإيجابي عند الولاد. بمعنى هو عايز ينفذ الهومورك بالشكل ده، لا هو عايز يلبس بالشكل ده، ادوله المساحة ديت، خلوه يعمل ده، لأنه كده انتوا بتربوا عندكم طفل مستقل، انتوا بتربوا عندكم طفل ما عندوش تبعية للناس. يبقى ده نوع من العناد الإيجابي. إنما طبعا في أنواع من العناد السلبي، وهي رفض لأي تعليمات يقولها الأب والأم، وغالبا بيكون، تعالوا كده نشوف هو ليه الطفل ممكن يعمل كده. أحيانا بيكون بيعمل كده رغبة في تأكيد نفسه. هو الولد حاسس أنه في البيت محدش مهتم بيه قوي، ممكن يكون هو الطفل الصغير والاهتمام لإخواته الأكبر، أو ممكن يكون هو الطفل الكبير وفي مولود صغير فالاهتمام راح للمولود الصغير، فبيحاول يثبت ذاته وبيحاول يقول لكم أنا موجود بطريقة عقلية الطفل. يعني أنا مش هسمع كلامكم، أنا مش هعمل أي حاجة أنتوا بتقولوها. ده شكل أو ده سبب. يمكن يكون في سبب تاني، هو إن إحنا أحيانا بنفرض على الأطفال قيود عالية قوي ومتشددة قوي. يعني مثلا عايز أقول لكم إنه في بعض الآباء بيفرض على الابن قيود لا يتحملها طبيعة الابن في مرحلته العمرية. لازم نتعلم ونتعود إن ولادنا من سن 3 سنين لحد 9 أو 10 سنين حقهم إن يغلطهم، حقهم إنه يلعبوا بطريقة ممكن تكون فيها شوية همجية في بعض التفاصيل، أو في بعض الحاجات كده ممكن نعديها للولاد لأنها مرحلة عمرية، لأنه ده مش نهاية العالم ولا ديت ولا كده الولد هيفضل طول العمر سلوكه خاطئ أو سلبي. إذن ممكن يكون العناد لأن احنا بنفضل نفرض عليه قيود شديدة قوي، فادوا الفرصة للولاد شوية يعيشوا حالة الطفولة. أحيانا القيود الشديدة ديت إنه مثلا الأب بيدرب ابنه في لعبة رياضية فعايزه طول الوقت يبقى هو المتميز في اللعبة، أو إنه يكون متميز طول الوقت في الدراسة. اعرف كويس إنه المبالغة في اللي انت عايزه من ابنك في السن ده هتجيب نتائج عكسية، فبعد شوية الولد هيعندك لأنك بتديله قيود أعلى كتير من كفاءته العمرية أو أعلى كتير من سنه.
حاجة تانية ممكن تخلي الولد عنده شكل من أشكال العناد، وهي الإهمال الكامل من قبل الوالدين. يعني الأب والأم عندهم إهمال للولد، والحقيقة بنشوف ده كتير. وفي كثير من الحالات اللي عندي في العيادة بلاقي إنه الأم طول الوقت مشغولة في حياتها والأب مشغول، وفي حالة من حالات الإهمال، فالولد عايز يعبر عن قد إيه أنتوا مهملين ليا، قد إيه أنتوا مش مهتمين بيا، فيعاند تعليماتهم أو يعمل عكس اللي هم عايزينه، لدرجة إنه العند ده ممكن يكبر مع الولد في مرحلة المراهقة، لدرجة إنه ممكن يضحي بمستقبله كله لأجل العند فقط. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنتوا عايزيني أبقى أدخل كلية هندسة، أنتوا عايزيني أدخل كلية طب، طب مش هذاكر، رغم إنه ممكن يكون قدراته الدراسية وقدراته الذهنية عالية جدا، بس كنوع من العناد ممكن يضيع مستقبله. أنتوا طول عمركم مهملين ليا، أنتوا طول عمركم مش مهتمين، أنتوا طول عمركم بتفرضوا عليا قيود شديدة قوي. يمكن يكون ولادنا لما بنفرض عليهم قيود شديدة غصب عنهم في سن الطفولة بيتحملونا، إنما لما بيوصلوا لسن المراهقة مش هيتحملونا ويبدأوا يعندوا معانا. وهنا بقى نبدأ نواجه مشاكل المراهقين اللي طبعا هنفرض لها حلقات كتيرة قدام. أحيانا العناد بيكون في اختلاف التعليمات بين الأب والأم، وياريت ناخد بالنا بقى من المسألة دي. أحيانا في بعض الخلافات بين الأزواج، الزوج والزوجة مختلفين، فكل واحد يدي للولد تعليمات عكس التاني. يعني ببساطة شديدة الزوجة متضايقة من زوجها، هي عارفة إنه عايز ولاده يعملوا كذا، تقول لهم لا اعملوا حاجة تانية خالص عكسها. وده مسألة في منتهى الخطورة، إن احنا نعلم ولادنا بأسلوب متناقض. أفضل حاجة نربي بيها أولادنا إنه يكونوا متسقين، حتى لو الأب والأم مختلفين لازم يكون تعليماتكم واحدة للابن. ما ينفعش تكونوا متذبذبين في التعليمات أو متناقضين في التعليمات، لأنه بتطلعوا لنا طفل عنده مشاكل كتيرة قوي. إن شاء الله هنشوفكم في حلقة جديدة على راديو كيمت، محطة على المحطة، مع الدكتور عبد المحسن ديغم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن ديغم على راديو كيمت. راديو كيمت، محطة على المحطة. راديو كيمت. راديو كيمت. راديو كيمت، محطة على المحطة.